يا الله. الو. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله السيد حيدر. أهلا وسهلا. بشرونا عنكم. الحمد لله إن شاء الله بخير. حياكم الله السيد، أنت السيد حيدر الشريفي وأنا السيد حيدر الموسوي. أهلا بك. حياك الله. والله سمحت سيد، كنت أقرأ آية من القرآن الكريم، أحببت أن أقرأها عليكم. أحببت أن تقرأها؟ أقرأها عليك، أحببت أن أقرأها عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ما الفرق بين الشرك والتوحيد؟ بس عفوا عيد الآية، ولو أنا مو مفسر، أنا لست مفسرا، بس عيد الآية خلينا نشوفها. خلاص مش مهم هذه الآية. لا عيدها ليش مش مهم؟ قد تكون ليست موجودة في القرآن. أقرأها مرة أخرى؟ عندكم آيات يعني ملغات من القرآن؟ لا سواء. أيها المشاهدون اسمعوا، بس هقرأ كلام أيها المشاهدون ليس موجود. اسمعوا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لحظة، أنت قلت أن هذه الآية قد لا تكون موجودة في القرآن. لا، بمعنى أنك تشكك بوجودها أو لا تعلم هل كانت موجودة أم لا. هذا يفهم من كلامك. نعم. أم أنك لا تجيد العربية سماحة السيد؟ لا أجيد العربية وقلت أفهم منك. ما تفسير لهذا؟ فما تفهم، أنت لا تفهم يعني. طب فهمني أنت بقى يا سيد، ما تفسير هذا؟ تعال مقابلي وأفهمك إن شاء الله. ليه؟ ما أنا قرأت عليك والله هذه آية في القرآن، بس أنا حبيت أبين للجمهور أنكم السادة والمعممين لا يعلمون شيء من القرآن، ودي الآية رقم 10 في سورة آل عمران. تعرف تفسرها لي؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. اسمح لي. أنت لا تفرق بين السيد الذي هو نسب وبين السيد الذي يكون مثلا هو في كطالب علم أو نسيت. يعني السيد اللي هو نسب يطلع لهم أنا سيد بس ماليش في القرآن ولا أعرف القرآن. ما هو برضو السادة اللي هم بيقول لك طلبة العلم لا يجيبون، والله ما عندهم إجابات. اسمع لا تهرج. اسمع والله ليس تهريج. أنا عارف أنك عارفني وعارف أن أنت بتكلم رامي عيسى وأنا مش السيد حيدر الموسوي ولن تجيب على سؤالي، لكن صراحة حتى أن أنا أكون واضح معاك برنامجي اليوم، أنت تسأل ورامي عيسى يجيب، فأقول لك سلني عما تريد. أنت المهرج رامي عيسى. أنا شكرا والله أنا عارف أنك أنت عارف، بس أنا مش هقول لك مهرج لأنك في سن جدي، فأنا مش هقول لك أنك مهرج. هات لي بقى، أنا بكلمك الآن أقول لك سلني عما تريد. دليل على أنك مهرج لا تسمح للمقابل بالكلام. شكرا. امال الصامت الذي لا يتحدث السيستاني ده نسميه ايه بقى؟ مفوش؟ لماذا تكذب؟ خلاص بقى قلت لك سلني عما تريد يا سيد الشيعة حيدر الشريف. اتفضل. انت لماذا تكذب؟ شكرا. لا، كما امرني جعفر الصادق. الكذب دينك قائم على الكذب؟ نعم ديني قائم على التقية كما أمرني جعفر الصادق. مش هتسلك معايا في هذا الباب. وأنا كل أنت اعترفت أنك مش طالب علم ولا عندك علم وتجهل أي شيء في وجود رامي عيسى، فأنا بقول لك بقى سلني، اعتبرني أنا الإمام الثاني عشر وسلني عما تريد. أنت إذا كنت لا تتقي الآن صرح ضد السيسي. ماليش دعوة بالسياسة، لا أتحدث في السياسة، وأسأل الله أن يحفظ مصر من كيد الروافض. هنفضل داعسينكم كده ولن تدخلوا إلى مصر أبدا. أرجع وأسألك أقول لك سلني عما تريد. إن أنا إما اتقيت جبت من دينك، سلني عما تريد. لو تستطيع الآن أن تسألني عما تريد سلني. بل عن دينك عبارة عن نفاق. لا الله أكبر، يعني دينك نفاق. يعني محمد باقر المجلسي ما قال التقية ديني ودين آبائي، يعني إما محمد بن يعقوب الكلاني قال 9 أعشار الدين تقية، يبقى دينك نفاق. عرفتم ان انتم منافقون. هنفضل داعسينكم ومالكمش مكان في مصر ان شاء الله. ارجع بقى واسالك تاني واقول لك سلني عما تريد. لو هسالك سؤال هجلدك فيه، فاقول لك سلني عما تريد. انتم مجرد مرتزقه. شكرا مرتزقه. بنرتزق من ايران بتاتي عندنا وبنغسل رجلها علشان ياتوا الى الزيارات عندنا في كربلاء والنجف، وبنغسل رجل الايراني، نغسل رجول الايرانيين ونتبرك برجولهم. ارجع واسالك تاني يا سيد الشيعة، سيد الشياطين ولست سيد للشيعة، الشيعة عقلاء لا يقبلون بمثلك. ارجع واسالك تاني، بما انك لن تستطيع ان تجيب على السؤال اللي انا سالتك وقلت لك لن تجيب، ممكن اسالك سؤال حول الامامه؟ كيف تتطاول عليها بالفاظ نابيه؟ انا ايها البذيء التطاول على من؟ الاردنيه فضحتك، موجوده عندنا التسجيلات منتشره لدينا نحن الشيعه. يلا الهول. اردنيه تتكلم كيف؟ بالدين؟ اردنيه كيف؟ شنو؟ انت صاحب دين، انت تعرف. خبرني اردنيه شنو؟
أردنية شو؟ أنت تعرف كيف يكون الدين الأردنية المتشيعة التي فضحتك، فضحت تطاولك عليها بألفاظ نابية. ايش قلت؟ ايش لمجرد كلمني كونها قلت يعني في أردنية دخلت عليا وانا قمت قايل لها الفاظ نابية شديدة؟ ليش؟ انا قلت الفاظ نابية، بس هسمع منك انا قلت ايه، ويا ريت تسمعنا التسجيل. انا قلت الالفاظ دي ليش؟ رامي عيسى، نعم تفهم أم لا تفهم؟ افهم. ايش الأردنية هذه؟ الأردنية التي تطاولت عليها ليش تطاولت عليا؟ يعني وفي أردنية داخلة عليا خاص زي ما انت بتقول، فدخلت انا ليش تطاولت عليا؟ كانت طالبة ايه؟ كانت عايزة متعة؟ مفكراني السيد حيدر بقى، سبحان الله، مفكراني زي السادة اللي عندكم همهم القروش والخمس والجنس، لكن ما تعرفش ان احنا الساده بتوع اهل السنه ملناش في الشغل ده. فان شاء الله تبقى اشوفها بقى. بس انا اعرف ان الاردن ما شاء الله ما فيهاش شيعه، ومدعوس على الشيعه برضه هناك، الاثني عشريه ما لهمش مكان في الاردن. بما انك قاعد تذهب يمنه ويسرى وعاجز ان تاتي بسؤال، خليني اسالك، لماذا ذكر الله الخيل والبغال والحمير في القران ولم يذكر الامام الثاني عشر؟ عن أي قرآن تتحدث؟ عن القرآن الذي موجود معي الآن، المصحف اللي احنا بنتعبد بيه، مش المصحف اللي مختبئ مع إمامك الهارب الجبان، المصحف اللي الإمامك قال لك تعبد به الآن إلى أن يخرج لك الإمام الجبان المصحف الصحيح. فأنا بسألك المصحف اللي معانا الآن اللي هو هذا ده ذكر لنا الخيل والبغال والحمير ولم يذكر الإمام الثاني عشر، لماذا؟ لوجود حمير مثل. الله أكبر، لم ذكر الخيل والبغال والحمير ولم يذكر الإمام لوجود حمير يصدقون بالإمام الهارب من 1200 عام. يعني كل من يصدق بالإمام الثاني عشر فهو حمار باعتراف سيد الشيعة حيدر الشريفي. كل من يعترف بوجود إمام ثاني عشر غائب من 1200 عام فهو عياذا بالله عياذا بالله كما يقول سيد الشيعة الحمار حيدر الشريفي إن هو حمار. طيب هذا السؤال. السؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى ذكر وفمها وعدسها وبصرها، ذكر العدس والبصل في القرآن ولم يذكر تقليد المراجع، لماذا؟ أنت تسمع ولا لا تسمع؟ كنت سامعك بس أنت مش عارف تجيب. أرجع وأسألك السؤال تاني. الله ذكر العدس والبصل في القرآن ولم يذكر الإمام الثاني عشر أو يذكر المراجع، لماذا؟ لماذا يا سيد الشيعة السليط اللسان؟ لحظة، هل اتهلهل هنا؟ هو انتوا بتيجوا تعملوها على نفسكم؟ لو اتهلل روح في الحمام يا عم وبعيد عننا وما تجرفناش يا ايها الشيطان سيد الشياطين حيدر الشريف. فانا ارجع واسالك تاني، انا بسالك من القران وانت مش عارف تسال عن اي حاجه. الله قال وعدسها وبصلها ولم يذكر الامام الثاني عشر او يذكر اي مرجع من المراجع. تستطيع ان تجيب؟ أستطيع طبعا. طب أجب، يلا أجب. هذا قياس باطل بدليل أنه ذكرك في سورة الجمعة. الله أكبر، يقول إن أنا ذكرت في القرآن في سورة الجمعة. الله أكبر، خليكم معايا كده أيها الأكارم. وأنت ذكرت في سورة المنافقون، صح؟ الله سبحانه وتعالى ذكرني في سورة الجمعة وأنت ذكرت في سورة المنافقون. رامي عيسى ذكر في سورة الجمعة إيه؟ الآية رقم 1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الله أكبر. وأنا ممن أسبح، أنت بقى ذكرت في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها. يلا وقت بقى عشان يركبك واحد إيراني ويركبك، هتوصله للزيارة يا سيد وتؤجر إن شاء الله. بس على فكرة حاول تغطي ودانك عشان ممكن يشدك من أذنك وأنت ماشي، وبيشدك بقى وخايف يضربك بالرجول من ورا ولا حاجة في الأماكن الخطرة ديت. فأنا عارف لو ضربك عارف هتطلع قنابل نووية من كده هتفسد كربلاء كلها. قلت لك مش هتسلق. ارجع بقى واسالك تاني، بما ان الخيل والبغال والحمير ذكر والعدس والبصل ذكر والامام لم يذكر ولا اي مرجع، لماذا تتمسك بهذا الدين الذي لا يوجد عليه ادله من القران ولا السنه؟ الله يسخر لنا من يفضح امثالك. الله اكبر. يعني الله، طيب بما ان لا يسخر لكم من يفضح امثالي، لماذا لم يسخر لكم الامام الثاني عشر ليفقهكم في الدين؟ هو دينكم قايم على الخسه والفضيحه فقط؟ لماذا لم يخصص لكم ما إمامكم الثاني عشر يفقهكم في الدين، بدل ما أنتم منقسمون إلى الإخبارية والأصولية والشيرازية والخمينية والإكسوائية والسيستانية الصامدية والصدرية والفخذية؟ لماذا لم يخصص الإمام ليجمعكم على كلمة واحدة؟
وهل اجتمعتم أنتم؟ نعم الحمد لله، نحن لا يوجد عندنا إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا القرآن والسنة. ودوت من القول الباطل إن أنا بيقول لي زي ما هم عندهم باطل، زي ما الشيعة عندهم باطل، أنتوا يا سنة عندكم باطل. ده من ضعف دينك، لا تستطيع أن ترد على شبهة التي ألقاها عليك سيدك رامي عيسى. فأنا أقول لك يا حيدر، أولا نحن أهل السنة والجماعة عندنا القرآن والسنة، فكل واحد يطلع يخالف القرآن أو السنة لا نأخذ بكلامه. لكن أنتم عندكم 12 إماما، إحنا عندنا إمام واحد محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم عندكم 14 معصوم، إحنا عندنا معصوم واحد. ومع ذلك عندنا معصوم واحد وعندنا القرآن والسنة، وأنتم بتتعبدوا بالمصحف اللي بيطبع في السعودية وفي الأزهر، والمصحف الحقيقي مع إمامك الهربان. ارجع واسالك تاني، بما ان عندكم 14 معصوم لماذا لم تجتمعوا؟ تخلصوا من التكفير. شكرا. لماذا بما ان عندكم 14 معصوم لم تستطيعوا يا سيد الشيعة حيدر الشريفي ان تجتمعوا؟ ممكن تقول لي عقيدة اجتمعتم عليها؟ اتفضل. اذكر لي عقيدة اجتمعتم عليها. ومن أنت؟ من أنت؟ أنا رامي عيسى، وعندي سنة وشيعة يريدون أن يعرفون منك الإجابة. هو أنت كل ما تتحشر من أنت؟ أنت لم ذكرت في وأنت كل ما تتحشر لازم تهرب؟ خليك مرة واحدة يا سيدي الشياطين، مرة واحدة يكون عندك إجابة فقط. أنتم عندكم 14 معصوم، اذكر لي عقيدة واحدة اجتمعتم عليها. أنا أسألك. أنت تسألني ليه ما أنت مش عارف تجاوب؟ إما السيد إيه وبطيخ إيه؟ ضحكتم على عوام الشيعة، أكلتم أموالهم، امتهنتم نسائهم باسم المتعة، وجاي دلوقتي اما نحشرك في زاوية ونسألك عاجز مش عارف تجاوب وتقول لي أنا أسألك. أجب يا ولد، أجب ولا تكن جبانا فرارا. قل لي عقيدة اجتمع عليها الشيعة. تفضل. أقدر آلامك، أقدر مدى الوجه. ليه وانا آلامي ليه وانا خدتك عند السيد عمود؟ ممكن انت بتروح عند السيد عمود مع علاء بسكليتة يا عم؟ آلام ايه بقى؟ اما تروح عند السيد عمود هتشعر بالآلام القوي. خلينا نرجع انا وانت تاني. السيد عمود اللي بتتبركون به وخرجناه، السيد عمود هذا وكان السيد المقدس عمود، كله بيروح يتبرك به الا انت بتحب تطلع فوق. المهم ارجع واسالك تاني يا سيد الشيعة صليت اللسان حيدر الشريفي، انتم عندكم 14 معصوم، ممكن تذكر لي عقيدة اجتمعتم عليها؟ أنت مهرج. نعم مهرج بدعس معتقدك، مهرج بدعس من يطعن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجع وأسألك تاني، بما إن عندكم 14 معصوم، ممكن تذكر لي عقيدة واحدة اجتمعتم عليها؟ أنت مهرج، كل عقائدنا متفق عليها. جميل جدا، كل عقائدكم متفق عليها. عقيدة التي أنتم الآن لابد من مرجع، فأما المسائل المستحدثة فارجعوا فيها إلى رواد حديثنا. طيب هذه العقيدة لماذا لم يتفق معكم الإخبارية فيها؟ تفضل. اسمع الجواب لا تهرج. فضل. اسمع الجواب. فضل. اسمع الجواب لا تهرج. فضل. أنتم إن كنت مالكش دعوه بانتم، انت قلت لي اسمع الجواب بتقول لي انتم، يبقى انت كده بتهرج وجبان وخائف وبتفر. ارجع واسالك السؤال تاني، انت قلت كل عقائدكم متفقون عليها، بلاش عقيدة المراجع، عقيدة المتعة التمتع بالبكر بغير إذن وليها. عندنا رواية ذكر محمد بكر المجلسي قال لا بأس للبكر أن تتمتع بغير إذن وليها، ورواية موجودة في كتاب تهذيب الأحكام للطوسي. وعندنا دلوقتي الإخبارية يرون بصحة الكتب الأربعة، وعندنا المرجع الهالك الروحاني أقر بهذه الحديث لا بأس للبكر أن تتمتع بغير إذن وليها. فهل أنت تقبل ذلك على بنتك البكر؟ الدكتور محمد. مالكش دعوه بالدكتور، اجبني. انت عايز دكتور يتمتع ببنتك؟ يا عم ماليش في الحاجات دي، روح شوف لها اي حد في اي خرابه وبعيد عننا الجرف دوت يا عم. ارجع واسالك تاني يا سيد الشيعة حيدر الشريفي، هذه عقيده اثبتها لك من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي، ومن كتاب بحار الانوار لمحمد بكر المجلسي، ومن مرجع معاصر لسه ميت بقاله شهور، اسال الله ان يجعل قبره حفره من حفر النيران، المرجع صادق الروحاني اللي اجاز للبكر ان تتمتع بغير اذن وليها. فانا بسالك، هل أنت متفق معهم على هذه العقيدة إن بنتك البكر تتمتع بغير إذنك؟ لن يجيب، هتشوفوا الآن. تقبل إن بنتك البكر تتمتع بغير إذنك؟ سكر وهرب ورب الكعبة، قلت لكم لن يجيب. أكبر حشر، أنت لو عندك ذرة دم تغلق صفحتك مباشرة. أنت لو عندك ذرة دم تروح تنتحر الآن يا ولد. لو عندك ذرة دم الآن لا تخرج على أي فضائيات ولا أي قناة ولا تتكلم من اليوم يا سيد الشياطين. المسمى بحيدر الشريفي تم الدعس
بنجاح بفضل الله تبارك وتعالى في الطاعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. الو سلام عليكم. الو مولاي. حياك الله سماحة الشيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى الخاقاني، مرحبا. ألو. سمعني. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ مصطفى الخاقاني. الله يبارك فيكم ويعزكم ويحفظكم. آمين. أنتم من العراق؟ نعم من العراق. متى تزورون في الأهواز؟ الأهواز. إيه السيد حيدر الموسوي أنتم مو؟ إيه سيد حيدر. حياكم الله. أهلا ومرحبا. والله أحببت أن أستفسر منك في مسألة. أنا خادم. حياك الله خادم رامي عيسى. حياك الله شيخ مصطفى. النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بقصص الأنبياء قبل أن تنزل عليه، لأنه صلى الله عليه وآله خلق قبل آدم، أليس كذلك؟ نعم. فكان يعلم بالقصص التي كانت تنزل عليه قبل أن ينزل القرآن، أليس كذلك؟ نعم. طيب الله سبحانه وتعالى قال في سورة هود بعد قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل القرآن. فالله يقول ما كنت تعلمها، ونحن نقول لا كان يعلمها. نصدق من؟ شيء أكيد القرآن. أحسن. إذن النبي لا يعلم، صح؟ شلون؟ إذن النبي كان لا يعلم بقصص الأنبياء من قبل. الله سبحانه وتعالى أعطى النبي العلم، يعني لكن ليس العلم المطلق، العلم الغيبي اللي عند الله سبحانه وتعالى. يعني كان يعلم ولا لا يعلم؟ عنده العلم ولكن ليس العلم الغيب المطلق. أنا أعلم في غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق تفرد الله تبارك وتعالى به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بقصص الأنبياء أم لم يعلم؟ هي ليس فقط أنه قضية أنه القصص أو غير القصص. علم النبي صلوات الله وسلامه عليه علم ليس كلي، يعني كل ما يعلم به الله سبحانه. العلم الغيبي اللي عند الله هو عند النبي لا، لأنه هذا احنا ما نؤمن به، على أنه العلم الغيبي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو علم ليس نفسيته هو العلم الغيبي عند الله سبحانه وتعالى الكلي. بس يا شيخ بس عندنا باب في كتاب الكافي، باب نادر فيه ذكر الغيب، باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء، والشيء نكرة تفيد العموم كل شيء، باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وأنه شريكه في العلم، باب أن الأئمة عليهم السلام لو صدر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه. يعني الأئمة يعلمون برضو ماذا يحدث عندهم وما شبه ذلك. هذا ليس هو العلم المطلق اللي هو علم الله سبحانه وتعالى. طب قل لي ايش اللي الائمه لا يعلمونه؟ ما هي الاشياء التي لا يعلمها الائمه؟ احنا لما ترجع الى الله سبحانه وتعالى جعل لنبي الله عيسى انه ان يحيي الموتى او يشافي المريض او ما شابه ذلك، هذا كله من القدرة الإلهية. نعم القدرة الإلهية. ما سألتكش عن إحياء عيسى الموتى أو هذه القدرة، ذكرت لك قلت لك اذكر لي الأشياء التي لا يعلمها الائمة. هسه احنا الأشياء اللي احنا ما نقدر انه نحدد شنو اللي يعلمون به وشنو اللي. طيب جميل جدا. هل الائمة كانوا يعلمون بقصص الأنبياء قبل أن ينزل القرآن على النبي؟ يعني علي رضي الله عنه عليه السلام كان يعلم بقصص الأنبياء قبل أن ينزل القرآن على النبي؟ نعم يعلمون. الله أكبر، يعلمون. طيب الله سبحانه وتعالى قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. إذن الأئمة أفضل من النبي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ربنا قال في سورة يوسف الآية رقم 3: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت إلى أن قال وإن كنت من قبلها لمن الغافلين. يعني ما كان يدري بهذه القصص. مولانا عفوا يعني معذرة، يعني
انتم منين قلتوا لي من اي؟ يا زي بعدين نتعرف واقول لك انا متزوج كم واحده وعندي كم من الاولاد من الاولى والاولى والحاجات دي كلها نتعرف عليها بعدين. بس اجب بقى الايه اللي في سوره القصص بتقول وان كنت من قبلها، اللي في سوره يوسف، وان كنت من قبلها لمن الغافلين، يعني لم تكن عندك علم بهذه القصص. والله وايضا في سوره هود ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، من قبل الوحي، فكيف الائمه يعلمون والنبي لا يعلم؟ اذا الائمه افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. مولانا العزيز، الله اهلا بالسيد سيدنا الجليل، سيد بخير، حياك الله سيد حيدر، حياك الله. أنا الآن لست في صحة تامة يا عم إن شاء الله. ليه بس تعبت مني؟ ده احنا لسه في البداية، ده احنا لسه نتكلم عن الإمامة ولماذا الله سبحانه وتعالى نصب 12 إماما مع أنهم لم يحكموا إلا 2 فقط، علي 5 سنوات والحسن 6 أشهر وإمام هربان بقاله 1200 سنة. فماذا استفدنا من عقيدة تنسيب الأئمة؟ حياك الله. أنا سعيد بأني أتحدث معك. بارك بيك ويعزك. انا نقطتين انه اذكرهن لك ان شاء الله، وانا لست في صحه جيده ان شاء الله. يمكن ربنا يرد لك صحتك اما تتكلم معي الان. لماذا تستشفون بالتربه الكربلائيه والسيد السيستاني كان يذهب الى لندن للعلاج؟ لماذا لم يستشفي بهذه التربه؟ ولماذا المراجع يعني بيذهبوا حينما يتمردون الى لندن ولا يستشفون بالتربه الكربلائيه؟ يا قل انا سعيد. احم ايه بس انا سعيد اني اتحدث معك. انا السيد حيدر. نعم مولانا، انت تعطيني اول مره مجال، اتشرف. وثانيا لكل سؤال الان سالته هو موضوع يحتاج الى كلام. طب ليه كان بيقع الخلاف بين بعد موت كل إمام؟ عبد الله بن جعفر الصادق طلب بالإمامة لنفسه، حتى الإسماعيلية قالوا لا موسى بن جعفر هو الإمام، وانتوا قالوا إسماعيل بن جعفر هو الإمام، وانتوا قلتوا لا موسى بن جعفر هو الإمام، وعبد الله بن جعفر قال وأنا إمام أنا كمان، أنا ماليش دعوة. 3 من أبناء الإمام كل واحد عايز يبقى إمام. هي بطيخة في إيه؟ ليش بعد موت كل إمام كان يختلف الشيعة إلى فرقة جديدة؟ أنا سعيد. أفا مات اسمه ايه؟ مات سيد الشيعة، مات وسكر الخط سيد الشيعة مصطفى الخاقاني، اغلق الخط في الاخر. صحتي لا تسعفني للاجابة. يعني ايه صحتك لا تسعفك للاجابة يا عم؟ اجب على سؤال واحد من الاسئلة. بما انك لا تريد نخليها بقى نمطر عليك الاسئلة. صلى الله ان يهديهم يا رب وان ياخذ بايديهم الى نور التوحيد. علمت ايها المشاهد الكريم في هذا الاتصال ان القرآن اثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم بقصص الأنبياء السابقة، وأن هذا من الكذب، وهذا المعمم اعترف أن النبي كان لا يعلم، وأقر أن الأئمة يعلمون كما في كتبهم. إذن الأئمة أفضل من النبي في معتقد معممي السبائية. كان معكم شيخ الشعب العراق مصطفى الخاقاني. أيوة السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. سني أم شيعي؟ أنا سني. طيب يا حبيبي أنت كنت بتسمع الاتصال وأنا بكلم المعمم دلوقتي؟ أيوه. سمعته؟ أيوه. طب صوتك منخفض. أيوه. سمعت الاتصال صح؟ طب أنت سامع الاتصال؟ نعم. وأنت بتسمع الاتصال كده كنت بتتصل حوالي 4 مرات في وسط الاتصال. كنت تريد أن أغلق على المعمم وأفتح عليك حتى تقول لي أنك سني؟ مش كان من باب أولى أن تنتظر حتى تنتهي مكالمة المعمم؟ أنا أعتذر. حياك الله. ماذا أفعل باعتذارك الآن؟ أعتذر. صوتك منخفض جدا. مع السلامة. تشعر بإحراج؟ نعم. طيب حياك الله. صوتك منخفض يا حبيبي، فإن شاء الله ارفع الصوت وبعدين تبقى تتصل فيما بعد إن شاء الله. أسأل أن يهديك يا رب وأن يأخذ بيدك إلى الحق. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حياك الله. شلونك شيخنا حبيبي؟ شلون صحتك؟ انا اسف كان الخط مشغول من اتصلت عليك. هلا. شلونك حبيبي؟ مهتدي رقم 1. احب بس اقول شغله واحده. حبيبي استاذ رامي، انا صحتي ما تسعفني انه اضحك على هذا اللي كنت تحكي وياه. اي والله مصطفى الخاقاني الله المستعان. يعني صحتي ما تسعفني، يعني فحاول انه اذا اتصل عليك لا تجاوب لان ما اقدر اضحك.
انت شفت صحتي لا يعني تسعفني مثله. كان لما عرف ان انا السيد حيدر وهيجي لنا الاحواز وكده كان صحته بومب. اما سالته السؤال جاته امراض الدنيا كلها جاته. لا مشكلة. ليش؟ هو بالعراق لو بالاحواز؟ هو بالعراق. لا هو يعني هو بالعراق، يعني اكو عنده تربه اكيد بالبيت. ايه صحيح، ما انا قلت له التربه عنده اهي. ابعت له قطعه. لا جزاك الله لا خير. يدليني انا هواي شمرت بالشارع، فاحتمال اكو وحده عندي، احتمال اذا ماكو اشتري له عادي. لا انا عندي 3 والله، بسيبهم. انا كان عندي واحد بس بسيبهم، الاثنين دول بسيبهم في الاستوديو لوحديهم، ربنا يستر وما يخلفوش. انا عايز اسالك سؤال، انت جواب. مهتدي وحدك ام معك احد مهتدي؟ بصراحه اني وابني، مع العلم اني كنت اسوي بلاوي سوداء، فما احب اذكر يعني بلاوي سوداء كنت اسوي. اسال ان يثبتك يا رب وان يبارك فيك. وان شاء الله اذا جاني ولد اسميه عمر باذن الله. الله اكبر الله اكبر، امين يا باذن رب. الله. اسال ان يبارك فيك وان ييسر لك. رحم الله والديك. بس اخر شيء انصحك نصيحه. تفضل. احنا على ابواب شتاء يعني وبارده. نعم. فلا سامح الله اذا صار عندك انفلونزا يعني خلي تربه عندك بالبيت. اي الله يعافينا يا رب. جزاك الله خير اخونا المهتدي. اسال ان يثبتك يا حبيبي وان يبارك فيك يا رب. ممنون منك حبيبي، شكرا جزيلا. جزاك الله خير يا حبيبي، شكر الله. حبيبي استاذنا الغالي حبيبي. مع السلامه. معانا سيد ياسر. يا الله، سيد ياسر الياسري. هل ناخذ هذا الاتصال؟ طبعا انا اتصل على احد الساده. انا اعرف يا سيد انك موجود معي في البث، فان اردت ان تشارك معنا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالسيد. أهلا يا دكتور الجليل، أهلا وسهلا بك. أتشرف بك يا سماحة السيد، فأنت شرف من يتحدث معك. الله يخليك، أنت الشرف ولي الشرف بالتحدث معك. الله هل استمعتم إلى بعض فيديوهاتي أو مقاطعي؟ حقيقة كنت أطلع عليها أنا وجماعة وياي قاعدين هسه، فإن شاء الله وقت آخر وأطلع عليها أكثر إن شاء الله، وأتصل بك أيضا دكتور. أتشرف بك في أي وقت، جزاك الله خير. جزاك الله ألف خير. بارك الله في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة. في أمان الله. حياك في خدمتك. تسلم، جزاك الله خير، حياك الله. مع السلامة. الله. هذا سيد شيعي كبير، أصل أن يشرح صدره، أصل أن يأخذ بيده إلى الحق، أصل أن يشرح صدره، أن يأخذ بيده إلى الحق، وأن يأخذ بيده إلى ما يحبه ويرضى. الله المستعان. أيوة تفضل. سكر البث واسمعني من الهاتف. نأخذ اتصال على سيد آخر. يعني ما شاء الله احنا جاءنا اتصالات الفضل الله تبارك وتعالى. اتصلنا على السيد الشيعة حيدر الشريفي، واتصلنا على مصطفى الخاقاني، وبإذن الله تبارك وتعالى ما زال سلسلة الاتصالات على المعممين، يعني بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل أن يأخذ بأيديهم يا رب إلى الحق، وأن يجعلنا سبب في هدايتهم. نسأل أن يجعلنا سببا في هداية المعممين، اللهم أمين. خلينا ناخد اتصال آخر على أحد المعممين. السلام عليكم. وعليكم السلام. سني أم شيعي؟ شيعي. والله؟ والله. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. حياك الله، تفضل هات سؤالك. لدي سؤال بخصوص قوله تعالى
وأنذر عشيرتك الأقربين نعم. ورهطك منهم المخلصين كما ورد في صحيح البخاري. طيب خلينا نمسك الرواية، لماذا حذفوا؟ خلينا نمسك الرواية أنا وأنت مع بعض، إيه رأيك؟ تعالى نمسكها أنا وأنت مع بعض. تعتقد أنت، خلينا أطلعها للناس للجمهور، تعتقد أنت بصحتها صح؟ نعم. تعتقد بصحة الرواية صح؟ لا، مو كل رواية، بصحة الآية أنها كانت كذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين نعم. ورهطك منهم المخلصين. نعم نعم تفضل. لماذا حذفوا ورهطك منهم المخلصين؟ من الذي لماذا حذفوها من القرآن؟ طب واحدة واحدة. إذن أنت تعتقد بتحريف القرآن أليس كذلك؟ التحريف أنواع. أنت تعتقد أن القرآن به نقص أليس كذلك؟ نقص، نعم. جميل جدا. نعم. طيب جميل. أولا، هل تعتقد بوجود الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ الناسخ بمعنى نسخ التلاوة تقصد؟ لا، نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ كل شيء. ما ننسخ من آية أو ننسها من آية، هل تعتقد بوجود نسخ التلاوة؟ نسخ التلاوة لا، وأما النسخ الأحكام نعم. طيب لو أنا أثبتت لك الآن أقوال الأئمة المعصومين يقولون أنه يوجد نسخ التلاوة بروايات صحيحة في كتبك، تأخذ بها؟ نسخ التلاوة. لماذا تهت؟ ليه بتفكر تخرج منها ازاي؟ نعم أو لا؟ لو أثبتت لك الآن وجود نسخ التلاوة في كتبك بأقوال صحيحة، تأخذ بها؟ نعم. تأخذ بها؟ نعم. ولا تردها أمام الجمهور؟ لا أرد إذا كانت ثابتة بأسانيد صحيحة، بأنه ثابتة صحيحة عن الأئمة. طيب أولا أيها الأكارم سأثبت لكم شيء. ضيفنا الشيعي وقع في مصيبتين. المصيبة الأولى، صدق مثل هذه النجاسات التي سأقرأ منها الآن، وكذب القرآن الكريم الذي قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وصدق هذه الكتب. فقال لي لو أخرجتها لي بأقوال أئمته، وفي إمام له كتاب أصلا، فصدق محمد ودوت يا إخوة بارك الله فيكم. الآية اللي أنا قرأتها لكم، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فهؤلاء المغممين وهؤلاء المتمرجعين حينما أوقعوا هذه المصائب ووضعوها في هذه الكتب، جه الشيعي صدقها، فقال الله يقولون كذب. قال محمد بكر المجلسي وينسب الأمر لجعفر الصادق أو لأحد من الأئمة، قال نعم هذا صحيح، ويأخذ بهذا القول. اسمع يا ضيف الشيعي، تسمعني؟ نعم نعم. طيب يقول القطب الرواندي في كتابه فقه القرآن في المجلد الأول صفحة 204: نعم. والنسخ في الشرع على 3 أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معا. ويقول الحلي في كتابه قواعد الأحكام في المجلد الأول صفحة 210: هؤلاء ليسوا أئمة أهل. إما أنت بتقلد من؟ لا، أنت قلت لي ما أنا هجيب لك الأئمة، أنا هجيب لك أقوال المراجع الأول اللي هم عندك بيصححوا ويضعفوا عشان ما تجيش تقول لي الرواية ضعيفة. فأجيب لك أقوال المراجع وعلمائك الأول بيثبتون نسخ التلاوة، وأجيب لك نسخ التلاوة من أقوال الأئمة. يعني أجيب لك الاثنين ما تقلقش. بس أنا بسألك الآن، أنت بتقلد من؟ أقوال الأئمة. أنت بتقلد من؟ أنا إخباري ولست أصولي. إخباري يعني أنت إخباري مثل الطوسي وهؤلاء الإخبارية. لا، طوسي أصولي، إخباري مثل المجلس. أحسنت. طيب خلينا نمسك دلوقتي لو واحدة واحدة. الطوسي، الحلي، الحلي في كتاب إيضاح الفوائد، الكركي، تعرف الكركي العالم الكركي؟ نعم. إخباري أم أصولي؟
هؤلاء أصولية. الكركي أصولي؟ المحقق الكركي أصولي، نعم. أصول. الشهيد الثاني لا تأخذ به، صح؟ كل هؤلاء زنادقة أصولي أيضا. كل هؤلاء زنادقة. لا ليس صح؟ زنادقة، لا ليس زنادقة، لا. الله أكبر. يبقى إذن هؤلاء قالوا بوجود نسخ التلاوة، يعني نعم. الله أكبر. ده أدينا خدنا منك جزئية تانية، أن من قال بنسخ التلاوة فهو مؤمن أمثال هؤلاء، صح؟ لا، الذي يقول بنسخ التلاوة لا يعتبر كافر يعني. طب مؤمن إذا كان شيعيا 12 نعم. الله لو كان شيعي 12 يبقى مؤمن، لو كان سني يبقى ليس بمؤمن. شفتم دين؟ أعوذ بالله. قلت لكم ده دين عنصري قائم هذا الدين على العنصرية. بما انه شيعي 12 هذا مؤمن، سني لا هذا ليس بمؤمن، لانه لانه سني. يلا الهول. لقد سقط الكتاب من الأعلى، هل رآه أحد؟ طيب كتاب الحدائق الناظرة لمن؟ ليوسف البحراني. أحسنت. يوسف البحراني بالمناسبة أخباري. أصول أخباري يوسف البحراني. نعم أخباري هو. طيب يوسف البحراني في موسوعته الحدائق الناظرة في المجلد الثاني صفحة 125 قال: الخامس: الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته لبقاء الحرمة من جهة التلاوة وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه، بخلاف ما نسخت تلاوته وإن بقي حكمه. يلا خد دي بقى. فإنه لا يحرم مسه لعدم الصدق، ولا أعرف خلافا في ذلك. أهو أنت قلت إخباري أثبت نسخ التلاوة، ماذا تقول عنه؟ تنقل لي روايات عن الأئمة. ما أنا جبت لك إخباري. هو ما أنت إخباري وبترجع للمراجع لعلماء الشيعة والمراجع. يعني معلش، أنا لو واحد جه سألني قال لي هات لي واحد شيرازي سيستاني أي حاجة من الأصولية يعتقدوا بنسخ التلاوة، فهجيب له رواية أقوال علماء بنسخ التلاوة. فجي واحد إخباري قال لي اعطني أحد من الإخبارية قال بنسخ التلاوة، فأعطيته من يقول بنسخ التلاوة من الإخبارية. فأنت تيجي تقول لي لا أنا لا أقبل بهذا ولا بذاك، أنا أريد من أقوال. هقول لك معلش أنت مين؟ ممكن نقول لي ده واحد نصيري من سوريا من عابدي بشار الأسد، واحد يقول إن أنت من عابدي بشار، أو واحد يهودي لست بالشيعة. أنا جبت رموز الشيعة. من أنت في التشيع بقى حتى يؤخذ بقولك؟ اتفضل. علماء الإخبارية بشكل عام ينكرون نسخ التلاوة وكذا. طيب ما أنا جبت لك واحد وأنت قلت لي إخباري. أنت من عرفني من أنت؟ ما هي مؤلفاتك؟ ممكن تذكر لي مؤلفاتك الإخبارية؟ لا الشيخ حسين النوري الطبري. ممكن تذكر لي مؤلفاتك الإخبارية؟ لا أنا أقول لي أقوال أئمة. طيب جميل جدا. المحدث النوري الطبرسي أنت تراه محدث؟ أنقل لي الأحاديث. طيب ما أنت لسه قايل النور الطبرسي من شوية. نعم هو ينكر نسخ التلاوة. يعني أنت تأخذ به، صح؟ طب بما أنه أنكر نسخ التلاوة قال إن القرآن به آيات سخيفة، وألف كتاب من 1000 صفحة اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فهل أنت ترى أن القرآن فيه آيات سخيفة؟ لا هو يقصد قراءات. لم يقل قراءات. ممكن تقرأ لي النص؟ هو يقصد القراءات ولا يقصد طب ممكن تقرأ لي النص؟ أنت أقرأ النص. يبقى أنت ما عندكش نص. شفتم أيها الأكرام شوية ملاحدة يأتوا يدافعون عن كل الزنادقة الفجر الفسقة اللي طعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى، وطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجوا يدافعوا عن كل هؤلاء، وأقول له بيقول آيات سخيفة يجي يدافع عنه، بيقول كيد يجي يدافع عنه، فلان أصولي لو قال بنسخ التلاوة بما أنه شيعي 12 مؤمن، لكن لو غير 12 ليس بمؤمن. يدافعون عن كل الفسق الفجرة ويأتون لا يدافعون عن القرآن الكريم. ماذا تنتظر من أمثال هؤلاء الملاحدة؟ بل والله أمثال هؤلاء تعدوا الملاحدة، هؤلاء تفوقوا على الملاحدة. أنا بس عايز أسألك سؤال معلش، بما أنك تعتقد بوجود النقيصة في القرآن، كيف تثبت صحة الروايات الشيعية؟ اتفضل. إذا كان أنت عندك الرواية الإمام قال اعرضوا كلامنا على القرآن،
فإن خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط. فكيف تعرض رواية على قرآن محرف؟ اسمعني اولا بالنسبه وراحتك منهم. لا 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 لا، خليك معايا بس الاول ما تهربش. دلوقتي لو انت دلوقتي بتقول ان القرآن محرف عياذا بالله، وبتدافع عن علماء الاماميه اللي قالوا بتحريف القرآن، دلوقتي انت لو عايز الامام قال اعرضوا الروايه على القرآن، فانت فتحت روايه، فعايز تعرف مثلا يعني روايه في كتاب الكافي اهو، مثلا روايه في كتاب الكافي قال من قرأ آية الكرسي وكل به شيطانان يحفظان من مرض الشياطين. تقرأ آية الكرسي يجي لك شياطين. هذا في اصول الكافي في المجلد الثاني صفحه 600. فانا عايز اعرف بقى هذه الروايه صحيحه ولا لا. هاجي اعرضها على القرآن، ده القرآن محرف. طب هعرضها على القرآن ازاي؟ كيف؟ اتفضل. سأجيبك. اولا نحن القرآن نعرض على ما تبقى من القرآن، لأن التحريف كان تحريف نقص وليس زيادة. يعني أنت بتعتقد بوجود ما جاء في القرآن الكريم إن اللي موجود في القرآن صحيح؟ نعم بشكل عام، نعم، من الفاتحة إلى الناس. طيب الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هؤلاء الصادقين؟ هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. جميل جدا. لو أثبت لك من القرآن خلاف ذلك تأخذ؟ هناك صادقين غير أهل البيت ولكن ليس. لا لا لا، لو أثبت لك أن الصادقين هم ليسوا الأئمة الاثني عشر تأخذ بهذا القول؟ التفسير لا يخ... لا لا لا، مش هجيب لك تفسير، مش هجيب لك تفسير. آية واضحة محكمة تأخذ بهذا القول؟ اذكر الآية وسنتناقش. قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسمى المهاجرين بالصادقين. هل تتبع المهاجرين؟ أولا المهاجر كما ورد عندكم في الحديث. أنا بسألك أنت، مش ورد في الحديث، وما تتفننش في الهروب. دلوقتي الله أثبت أن المهاجرين هم الصادقون. هل تتبع المهاجرين؟ سأشرح لك. أولا لا 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 تشرح لي، نعم أو لا. تتبع المهاجرين؟ أتبع من الصحابة المهاجرين الذين ثبتوا على الولاية. اللي هم من؟ على الولاية ذكر في كتب علم الرجال عند الشيعة ذكروا أسماء المهاجرين والأنصار. علم الرجال وأنت إخباري؟ لا، الإخبارية يأخذون بعلم الرجال ولكن لا يصححون من جديد في هذا الزمن. يأخذون الله، يعني بتاخذ بعلم الرجال. قول لي بقى كتاب مين من علم الرجال اللي بتاخذ به؟ لا بشكل عام، أنا قلت لك بشكل عام. يعني الكليني لما كتاب رجال الكشي مطعون فيه، ابن الغضائري مطعون فيه، بتاخذ بمين؟ لا أنا قصدي بشكل عام. أي مثلا الكليني لما يصحح الأحاديث يعتمد هو. أين صحح الكليني الأحاديث؟ في مقدمة كتابه. بس يعني هل قال كل الأحاديث صحيحة؟ قال كل أحاديث الكافي صحيحة. نعم. طيب وأنت تأخذ بكل أحاديث الكافي؟ تأخذ بكل أحاديث الكافي؟ نعم. طيب من قرأ آية الكرسي وكل به شيطانان، يأتيك شيطانين لما تقرأ آية الكرسي؟ أولا إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. جميل جدا. يعني القرآن ممكن يجيب شياطين فجرة. اما اقرأ قرآن بيجيب شياطين فجرة في دين أمك، صح؟ يجيب شياطين ماذا؟ شياطين فجرة، يأتون الشياطين الفجرة اما تقرأ القرآن. نعم، قد يأتي هناك شيطان ويحمي الإنسان الله، يعني أنت تقرأ قرآن يجيك شيطان ينام جنبك طول الليل. أنت عارف، أنت عندك رواية برضو إن الشيطان بيضع أصبعه في دبر كده فيصير مأبونا، فأنت عايز شيطان ينام جنبك عشان يحط صبعه في ودانك. والرواية موجودة برضو، والسلقلقية سرخسيس جابها، وأنت عارف الرواية وعارف صحتها. فأنت عايز شيطان يعمل إيه بقى؟ يعني أنت تقعد طول الليل تشخر والشيطان شغال، وأنت بتشخر وبتنطط من فوق كده والناس مش فاهمة حاجة والشيطان شغال. هو المفروض أصلا هنعرف إن اللي بيقرأ آية الكرسي كما يقول لا يأتي شيطان يحفظه، بل يأتيه
يأتي ملائكة تحفظ. على أي حال، هل هذا ممكن أن رب العالمين يستخدم الشيطان؟ يستخدم الشيطان مع القرآن؟ وانتوا ليه بتعظمون الشياطين؟ طيب جميل جدا. انت بتؤمن بكل روايات الكهف صحيحه. خلاص يا عم ابعد عن الروايه دي. عندي روايه عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: دخلت على فاطمه وبين يديها لوح فيه اسماء الاوصياء من ولدها، فعددت 12 اخرهم القائم، 3 منهم محمد و3 منهم علي. صحيح؟ نعم. جميل جدا. نعم، 12 من ولدها، 12 من ولدها، يبقى 12 إمام من ولد فاطمة، والإمام علي يبقى الإمام رقم كم يا موالي؟ 13. يبقى الأئمة 13. شكرا ليك يا ضيفنا الإخباري. لا، هذه رواية قالوا حدث فيها خطأ من النسخ. ليه بقى؟ انت لسه قايل لي الكهف كله صحيح وقرأتها لك قلت لي نعم. دلوقتي لا، هذه رواية حدث فيها خطأ. حدث فيها خطأ ليه؟ ما احنا قلنا الكهف كله صحيح من شوية. تراجعت ليه؟ عرفتم ان دينكم اوهن واضعف من بيت العنكبوت. تحشرون، تغير جلدك مباشرة كالحرباء. شفت الحرباء واقفة على شجرة تلقى لونها بني، تقف على أوراق خضراء تلقى لونها أخضر، تقف على شيء أصفر لونها بقى أصفر، تقف على سواد بقى لونها هم كالحرباء من قليل. كل روايات الكهف صحيحة يا موالي، كل الروايات اللي في الكهف صحيحة. الشياطين دافع عن الشياطين عشان يطعن في القرآن، دافع عن الشياطين عشان يطعن في القرآن. لكن ما لقى الرواية هتنسف الإمامة قال لك لا، بلا قرآن بلا شيء، احنا دين شياطين يا عم، ندافع عن الرواية. يعني هذه الرواية الوحيدة اللي خطأ في كتاب الكهف يا ضيفنا الشيعي؟ لا، أخطاء النسخ قد تحدث في أي كتاب. لا أنا أقصد يعني لو طلعت لك روايات تانية، روايات تانية هتقول إن هذه الروايات كلها صحيحة في كتاب الكهف وهو في يدي الآن أمام الجمهور. يلا هات رواية أخرى. لا لا لا، كله صحيح. نعم نعم، حتى رواية هاي 12، ولكن هناك خطأ من الناسخ بالعدد، يعني بالكلمة. قال إيش؟ قال أخطأ قال إيش؟ على أنه من ولدي أو من ولد ولدنا، أو هناك يعني من ولدي، من ولدنا، من ولد الجيران، من ولد الحارة، من ولد القبيلة، من ولد الدولة، من ولد يعني خطأ بسيط، خطأ بسيط يا رجال. طيب جميل. عندنا حديث هنا يقول، سمعني؟ نعم نعم. طيب انت تعرف الرواة اللي اسمهم معاوية عندك؟ نعم. ليه الرواة سموا أنفسهم بمعاوية؟ كثيرة جدا، كثيرة هنا جدا. أولا قد يكونوا متشيعين. يا الله، كل دول معاوية تشيعوا مرة واحدة؟ سبحان الله. والثانية إيه بقى؟ أو يكون للتقية، لحمايتهم من الأعداء. لا ده كانوا مع الإمام، ما كانش حماية من الإمام. إيه الدين الجبان ده؟ يعني أنت ممكن أبوك يسميك نتنياهو لو اليهود دخلوا مدينتك الآن؟ نعم. ماشي، شكرا. ضيفنا نتنياهو كان عندي سؤال، بارك الله فيني وهداك الله. قال ان في صحف ابراهيم وموسى وعيسى، ضيفنا نتنياهو، مكتوب فيها الوصية بالائمة الاثني عشر، اليس كذلك؟ كل الكتب السماوية، صح؟ نتنياهو تسمعني؟ نتنياهو احترم وانا ما انا بحترم، انا اقصد يعني لا، ما انا خايف عليك. انا بستخدم التقية كمعاوية اللي موجود في الكتاب، عشرات معاوية اسمهم معاوية في كتاب الكافي، والامام قال لهم استخدموا التقية. انت دلوقتي ما الامام هو قدامي، هو الامام قال يا معلى اكتم امرنا ولا تضيعه، وقال ان باب الكتمان، الباب في صفحة 452 في اصول الكافي في المجلد الثاني، باب الكتمان، باب الكتمان. ثواني كده ايها الاكارم. الاحسن معلش، بس الاخوه في التيك توك كان وقفه سريعه كده وعملنا. انت سمعنا ضيفنا نتنياهو؟
ايوه اهلا يا نتنياهو. دلوقتي عندنا قال يا سليمان انكم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذاعه اذله الله. كيف الامام يامر بكتم الدين؟ هم الانبياء كانوا بيكتموا دينهم؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فالانبياء كانوا بيبلغوا الرساله، فالذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احد الا الله جم الائمه الذين يكتمون دين الله ولا يبلغونه الا لقليل فقط. هل يعقل هذا؟ تفضل ضيفنا نتنياهو. في البداية سرية. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته سرية في البداية. جميل جدا. للأئمة كل دعوتهم سرية في البداية والنهاية، في الغيبة والصغرى أو الغيبة الكبرى. للأئمة كل دينهم تقية. يعني أنت لو نظرت معايا الآن نتنياهو هتلقى أن كل إمام كان بيستخدم التقية، وما من إمام إلا يموت مقتول أو مسموم، والإمام الثاني عشر بقاله 1200 سنة مستخدم التقية. ستصبح علانية حين ظهور المهدي. طيب ما دلوقتي أنا بسألك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في وقت الاستضعاف لم يكن لهم خلاص أنا معاكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. رفض عبادة الأصنام وقالوا للنبي، قال له أنت تعبد يعني إلهنا يوم وإحنا نعبد إلهك يوم، ورفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإمام كان بيستخدم التقية. اتفضل. نعم، والرسول استخدم التقية في ما هو لم يستخدمها دائما. ضفنا نتنياهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم التقية دائما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى متى استخدم النبي التقية؟ اتفضل. استخدمها في بداية الدعوة. كيف؟ كيف؟ في الدعوة السرية في شعب أبي طالب. كيف؟ لا، ما هم كانوا عارفين ان ده نبي ما يستخدمش تقية وكان بيأمر ويبلغ. لا، هو الامر اختلف عليك ضفنا شارون، ضفنا نتنياهو. الامر اختلف عليه، يعني خلينا انا اوضحه لك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في شعب ابي طالب، وكان النبي مستضعف ولكن لم يستخدم التقية. لكن انت الان دينك بيأمرك تستخدم التقية. طيب هل إمامك الثاني عشر يستخدم التقية الآن؟ تفضل. نعم. طيب وانت لماذا لم تستخدم التقية؟ أيضا أستخدم التقية. طب ما انت لسه قايل دلوقتي يا نتنياهو القرآن محرف. يعني مش عارف، الله العظيم يا جدع، ما انت لسه قايل دلوقتي القرآن محرف. يعني أنا إذا كنت أتوقع أني إذا قلت أمام أحد أن القرآن محرف وأني سأقتل مثلا فلا أقول ذلك. طب ما إمامك المهدي لن يقتل وعارف أن لن يقتل، لماذا لم يخرج الآن ويقول أن القرآن ليس محرف؟ حمايته من القتل مشروطة بأنه لا يعرض نفسه للأخطار. طيب خلينا واحدة واحدة. أنت قلت القرآن محرف الآن، صح؟ نقول بأنه الصحابة أنقصوا منه طيب آيات. جميل. ضفنا إيهود برق. أنا أسألك سؤال الآن، بما أن أنت تعتقد أن القرآن محرف، إمامك لماذا لم يخرج يبلغ السيستاني أو يبلغ أي مرجع أو يبلغ أي إخباري بأي عقيدة، وبعدين يقوم قايل له إيه، بلغها أنت مكاني، ويبلغها يبلغها للسيستاني أو أي مرجع؟ الأئمة أوضحوا الآيات التي أنقصت. طيب فين الآيات دي؟ اذكر لي ضفنا إيهود برق الآيات اللي أنقصت من القرآن الكريم، أين أجدها الآن؟ ورهطك من. طيب جميل جدا. دي آية. فين بقية الآيات اللي نقصت وذكر فيها علي بن أبي طالب؟ المصحف الصحيح وينه الآن؟ ضفنا إيهود برق. ليس المصحف الصحيح إنما الآيات. طب الآيات اللي هي نقصت من القرآن أكيد في مصحف موجود في القرآن بالترتيب اللي جمعه الإمام. أجدها فين ضفنا بنيامين نتنياهو؟ هذا المصحف وينه الآن؟ مصحف فاطمة مثلا. يعني أنا كنت بقرأ الآن في كتاب الكافي، وأنت تعتقد بصحة كل ما جاء في كتاب الكافي، فبيقول إن فاطمة مكثت أياما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل عليها جبرائيل بالوحي ويخبرها بأشياء كثيرة، فكان علي يكتب، وهذا مصحف فاطمة. وين مصحف فاطمة الآن؟ اتفضل. عند الإمام المهدي. أيوة، لماذا لم يخرجه الإمام المهدي؟ لم يشاء الله ذلك. طيب يبقى إذن يضيفنا إيهود برق لابد دلوقتي إن الإمام الثاني عشر كان أخرج لنا أي شيء. يعني القرآن بقى المرتب الترتيب الصحيح والآيات في أماكنها أكيد موجود مع الإمام الثاني عشر، بس الإمام الثاني عشر لا يريد أن يخرج القرآن المرتب ترتيب صحيح الآن، صح؟
التوراة والإنجيل من التحريف. انا بسألك عن المصحف الان المرتب ترتيب صحيح والايات في اماكنها عند الامام الثاني عشر الان، صح؟ نعم. طب لماذا لم يخرجوا؟ يعني احنا شفنا، هل بنيامين نتنياهو اشجع من امامك الهارب الثاني عشر او اهود باراك حضرتك، يعني اشجع منه؟ لماذا لم يحفظ التحريف؟ لأن جاء ما نسخ التوراة والإنجيل هو القرآن الكريم. جاء الله تبارك وتعالى أخبر الله في القرآن إنهم حرفوا، والقرآن قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالله تعهد بحفظ كتابه. وبعدين هذه شريعة، نحن لسنا مأمورين ضفنا أهود باراك بقى لازم أقول لك التوراة دلوقتي ما ينفعش نتبعها يا نتنياهو، ما ينفعش نتبع التوراة الآن. إحنا الآن المفروض ضفنا نتنياهو نتبع القرآن الكريم. وأي حد عندك يقول لك في الخارجية عندكم يقول لك لا لابد انك تتبع التوراة، قول له لا انا خايف بعد كده تيجي لنا لابس الطاقية الصغيرة وتروح عند السور ده تقعد تعمل لنا كده يا اهود باراك. فانا بس اللي انا كنت عايز ابينه ليك الان ان القرآن ناسخ لكل هذا. فلماذا امامك لم يخرج مصحف فاطمة او يخرج المصحف الصحيح؟ اتفضل. قبل ولادة النبي محمد. ماليش دعوة بقبل ولادة النبي محمد، بلاش السؤال ده. بلا بص يا اهود باراك، ركز كده والبس الكاسكتة وركز معايا دلوقتي. رقم واحد، ما عرفتش تقول لي لماذا امامك لم يخرج المصحف الصحيح. رقم اتنين، ما عرفتش تقول لي لماذا امامك لم يخرج مصحف فاطمة. طيب جفر الامام علي سلام الله عليه اين هو؟ شوف انت لم تجب على معلش ان شاء الله هنجب. جفر الامام علي اين هو؟ يعني احنا عندنا جفر الامام علي موجود وانت شفته وعرضنا حاجات منه قبل كده، فلماذا جفر الامام علي لا نراه؟ اتفضل. هذه الكتب موجودة عند المهدي. هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها ايه يا بنيامين نتنياهو؟ هنعمل بيها ايه؟ يخرب بيت ابوك، هنعمل بيها ايه يا عم؟ موجودة عند المهدي حضرتك في المكتبة، يعني هنعمل بيها ايه يا عم؟ يا متحف، عامل متحف كتب وبيخفيها عنكم، هنسوي بيها ايه يا عم؟ خلاص يا عم انا هغير الموضوع يا عم، ومش هكلمك في الموضوع ده، بس ركز معايا في الموضوع ده. انا قرأت رواية للراجل الاخباري اللي انت بتحبه اللي اسمه محمد بكر المجلسي، بيقول لك حرز مولانا امير المؤمنين صلوات الله عليه. عملت حرز عليه سلام الله عليه عندك قبل كده؟ سويت هذا الحرز؟ لا يشترط على المؤمن جميع السنن. يعني هذا الحرز يعتبر سنة، أليس كذلك؟ إذا فعله أمير المؤمنين فهو سنة. طب تعالى ما أقوله لك. حرز أمير المؤمنين سلام الله عليه للمسحور والتوابع والمسروع بتقول إيه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أي كانوش أرشش عطنطنيطح يا مطردون فرلسلون موامة سما سويا تيتلوش. ناس يحط هنا نتنياهو. خيطوش ما شفتوش ما ضيعتوش ما مسكتوش طيعنوش لا تفتقيش. لماذا هذا الحرز؟ هل هذا الحرز صحيح؟ حرز مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يكتب ويشد على العضد الايمن اي كانوش. اولا يجوز دعاء الله باي لغه من اللغه. الله جميل جدا. يعني هذه اللغه التي قرأ بها امير المؤمنين سلام الله عليه اي كانوش ديت، هل هذا حرز مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه؟ انا لم اطلع على هذه. يعني بما انك لم تطلع عليه دافعت عنه ليه؟ مش انا ممكن اكون انا اللي مؤلف لك الروايه؟ الفت لك روايه اهو. أنا أناقشك من ناحية الإمكان. يعني من ناحية الإمكان. يعني أنت تصدق بهذا الكلام اللي أنا قلته؟ لا ايوه لا تصدق، بس هو موجود في بحر الانوار. يا الله، ده انت اتبهدلت خالص يا اهود باراك النهارده. ده انا عامل لك كذا فخ. لا موجود لصديقك الاخباري مثلك محمد بكر المجلسي اهو. والله اهو، لا تفكر ان عنده اهو في بحر الانوار العلامه المجلسي المجلد 91 صفحه 193. بص ضفنا اهود باراك اهو بيقول لك مكارم الاخلاق حرز لامير المؤمنين صلوات الله جعلوا عليه ساحر عياذا بالله. شوف يا بنيامين نتنياهو، بسم الله الرحمن الرحيم لازم يحط لك بسم الله عشان الناس تصدق. يعني ايكانوش، مين ايكانوش ده؟ لا جوز خالتك ده؟ لا مين ايكانوش ده؟ لا اسمع ايكانوش ارشش. ربنا يستر ما يطلعليش حاجه والله العظيم وانا جالس كده، اللهم استر يا رب العالمين. ايكانوش ارشش عطنطنيطح مترتلون فرلسلون مسومه شفتوش تشالوش خيطوش. مين اللي خيطك يا ضيفنا بنيامين نتنياهو؟ ان شاء الله تتخيط من المقاومه ان شاء الله. خلينا نرجع تاني وبيقول لك ايه ايكانوش تتشتلوش
خيطتوش، ما شفقيش، ما سوعيش، اي تعنوش لا تفتقيش. هذه لغة امير المؤمنين يعصوب الدين، صح؟ أنت مهرج. يبقى الامام علي مهرج، ما هو بتتهم الامام علي انه مهرج، صح؟ اهوت انتم ما تتحشروا اول ما يتحشر الشيعي يقوم عامل لك الخنفه الفارسيه، ايوه انت مهرج. اول ما يتحشر انت مهرج. تعالى بس، تعالى النهارده وتعالى بكره عادي، بس هات حاجه معاك. بص اهو، هل تشالوش ديت هذه لغه يتحدث بها امير المؤمنين؟ يتحدث بجميع لغات العالم. طب ما معنى هذه لغه تشالوش؟ اي لغه هذه؟ لا يهم أن نعرف يعني لا يهم ان نعرف جميع اللغات. طب ممكن الاخوه اللي عندنا اللي بيتكلموا لغات، يعني كل واحد يكتب لي اللغه اللي بيتحدث بها يا اخوه، لان اعرف ان في كثير يعني بيشاهدنا الان من الغرب. يا ريت بارك الله فيكم كل واحد يكتب لي كل لغه بيتكلمها. الفرنسيه واحد، الانجليزيه، خلينا اقرا التعليقات معك. الانجليزيه دي لغه السمكريه، انجليزي، فرنسي دي لغه الاشجار، هذه لغه الاشجار. المصريه، التركيه، الفرنسيه، العربيه، الايطاليه، باتستاتو، فرختاتو، ومسكتاتو، واليابانيه، ما شاء الله معانا يابان. يعني لغات كثيره مش عارف اعد لان التعليقات طلعت فوق. احنا بس عايزين نعرف الناس كلها اللي بيتحدثوا لغات اول مره يسمعوا اللغه دي. تشتشلوش دي لغه ايه؟ لغه التشتشلوش دي اللي هي ايه؟ اتفضل. هل الجن لديهم لغات؟ يلا الجن لديهم نعم. لغات؟ نعم. إيه لعلها من لغات؟ الله اكبر، وده اللي انا عايز اسمعه منك يا فجره. اتهمتم علي بن ابي طالب انه ينادي الجن يا فجره، يا فسقه، يا ملعون. الامام علي كان بيخاطب الجن ويستغيث بالجن، فكان بينادي على الجن ويقول له ايكانوش ايكانوش. شايفين الاخوه في التيك توك؟ شايفين ايكانوش ايكانوش؟ وبعدين الامام علي قال له عطنطنطيطح، يخرب بيت ابوك، عطنطنطيطح. في حاجه اسمها عطنطنيطح ولا عطنطنيطح؟ اهي ايه عطنطنطيطح؟ الامام علي كان بينادي على طنطنطيطح. اتفضل. والله اسمع اتفضل يا يمين نتنياهو، نسمعك جيدا. تفضل يا نتنياهو. أولا تحدث حاضر يا نتنياهو. اتفضل. أجب على السؤال. لا أجب. أنت مين عطنطنيطح دوت؟ جوز خالتك ولا الرجال اللي ساكن فوقيكم في الشقة اللي فوقيكم؟ ولا مين عطنطنيطح ده؟ احنا عايزين نعرفه، مش هسيب حاجة يا عم، لازم تعرفنا مين عطنطنيطح دوت، وايه اللي دخله في كتب محمد بكر المجلسية هذا الجاسوس مين عطنطنيطح دوت؟ لابد أن تفهم الناس مين عطنطنيطح ده. اتفضل. يبقى عطنطنيطح ده الشيطان اللي بيجي ينام جنبك بالليل. عرفت؟ بس عرفنا يا ضيفنا الإخباري لماذا أنت تحتاج إلى الشيطان أن يأتي ليدخل إصبعه السبابة في أذنك، في أذنك وأنت نائم. الرواية اللي أنت قلتم ما من مولود إلا ويولد شيعي، فإن كان ليس بشيعي يأتي الشيطان ويضع إصبعه في أذن، صح؟ فأنت أكيد أنت عطنطنيطح ده بيجي لك بالليل، صح؟ لا بيجي لك بالليل. اصبعه في أدب. صح. اصبعه في أدب. أنتم احنا شنو؟ النواصب. بيضع الشيطان اسبوعه فين؟ في أدبارك. هي دي اللي انا عايز اسمعها. عرفتوا الشيطان بيجي له بالليل ليه؟ عرفتوا ضيفنا الاخباري الشيطان بيجي بالليل ليه؟ في الليل حينما يريد ان ينام ياتيه الشيطان من اجل ان عطنطنيطح بقى، وانتوا عارفين بقى مش لازم افسر علشان معانا اطفال. عطنطنيطح بقى بيجي له عطنطنيطح. طب اما بيجي لك عطنطنيطح بتعمل ايه؟ اذهب واتحركت. عطنطنيطح بيجي لك بالليل. ايه سكت ليه؟ كتم صوته والله يا اخو. للاسف سوري. هذا الضيف اللي كان بيتحدث الان سوري. ان شاء الله يمكن يجي لنا خبره قريب في الايام المفترجه، يعني ان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله. اعوذ بالله. بالله عليكم هل هذا دين؟ بالله عليكم ايها العقلاء، وانا احدث عقلاء الشيعة، واعتذر ان ظننتم اني كنت اتجاوز عليكم. لا اتجاوز عليكم،
أنا أحدث عقلاء الشيعة، بالله عليكم يا عقلاء الشيعة يا من تشاهدونني الآن، هل هذا دين؟ كيف تسلمون عقولكم لمثل هذا الخبيث محمد بكر المجلسي؟ مثل هذا الخبيث، ومسمى عندهم ايه يا اخوة؟ العلم، العلامة، الحجة، فخر الأمة، فخر عطنطنطيني دي تحت بقى وانتوا عارفين، فخر عطنط هو أول واحد عطنطني تحت ده جاله بالليل، أول واحد جاله بالليل عطنطني تحت دوت هو محمد بكر المجلسي. مع كل هذه الضلالات والشركيات والكفريات والفسقيات أيها الأكارم، خلينا بس عشان الإخوة في التيك توك عايزهم يشوفوا، بصوا أيها الأكارم، العلم، العلامة، الحجة، فخر الأمة، العلم، العلامة، الحجة، فخر الأمة بتاع طنطنطاني تحت. ينفع يا عقلاء الشيعة أنكم تسلمون أنفسكم لأمثال هؤلاء؟ والعلم، العلامة، الحجة ما شصعوش، مين ما شصعوش؟ ما شصعوش، الله يستر ما يجيلناش أي حاجة من دي. والعلم العلامة الحجة خيطوش، ما خيطوش ده بقى بيجي له بالليل، ده خيطوش لازم يجي له خيطوش مع، أعوذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل من أمثال هؤلاء والله. ده اللي كان بيتعب في القرآن الكريم يا إخوة. عليكم السلام. السلام عليكم. تفضل حبيبي. سلام أخي رامي عيسى. حياك الله. أحب أقول لك أنا ما أطول معك. أنا عراقي كردي من العراق. أهلا وأنا ساكن بالألمانيا. الحمد لله على السني، الحمد لله على سنة الرسول. وبدي بس أقول الله يحفظك، الله يقويك. آمين آمين. يعني كل مرة أتفرج على شو اسمه مناظراتكم، يعني أحب وكيف وفرحان لما نعم. جزاك الله خير يا حبيبي. والله العظيم عفوا عربيتي مكسرة يعني ضعيفة، يعني فأنا كردي. أبد نفهمها يا حبيبي. إن شاء الله بإذن الله تعالى وأن يبارك فيك. الله يحفظ. بس كان بدي أقول لك الله يحفظك، وأنت وكمان وليد إسماعيل. يعني كل مرة لما أتفرج مناظراتكم يعني أحب أطير، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يقويك. آمين. وإن شاء الله وثاني شيء أقول لك شيء أخي رامي عيسى، العراق الشعب لا كلهم صد إيران. نعم صدقني الحكم العراق ولا واحد عراقي بالحكم، كلهم إيران. جزاك الله خير يا حبيبي، وأسأل الله أن يهديهم يا رب، أن يأخذ بأيديهم إلى ما يحب ويرضى. تشرفت باتصالك، الله يسعدك ويحفظك يا رب. أشكرك رحمة والديك، والله يطول عمرك، والله جزاك الله خير. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. أيها الأكارم، في ناس لسه ما ضغطتش لايكات، القناة تترنح، فاضغطوا لنا لايكات. الناس اللي موجودة احنا فاضل لنا المفروض 1000 لايك، ما نطلعش الا لما يكونوا 2، واحنا الآن 1000 واحد. فالناس اللي موجودة يعني تكون سبب انك تنشر الخير بإذن الله، فاضغط لايك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك طيب. الله. حياك الله. عندي ملاحظة، الله يحفظك يا شيخ. تفضل. هو سؤال بسيط يعني للتفكر. يعني لما هم عند الشيعة الصحابة يعني هيرتدوا كلهم نعم. من القرآن، وهم عذرهم بتحريف القرآن بهذا العذر. نعم. طيب ليش رب العالمين ينزل الإمامة على الإمام علي أو الإمام علي رضي الله عنه؟ عشان يكتم الدين عندهم. ما هو لازم حد يأيده. صحيح. مش صحيح. أحسن. ما تركبش. جزاك الله خير. بس هذه المشاركة اللي عندي، وشكرا. جزاك الله خير يا حبيبي، وبيض الله وجهك. بارك الله فيك. شكرا. بغيتك تشوف بس الرسالة اللي رسالتها. أبشر أبشر. يبقى أعيدها بعد البث إن شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله. الله جزاك الله خير. أيوة السلام عليكم. عايزين ناخد معمم بقى. السلام عليكم. شيخ صحتك؟ الحمد لله.
حبيبي شيخ، أنا اسمي عباس. حياك الله. بس عندي سؤال محيرني، ليش يعني هاي الخلفاء الراشدين اللي جو ورا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش يعني بدأ من أبو بكر الصديق وانتهى بعلي؟ ليش علي أخير خليفة؟ كما أن عثمان الثالث ليس فيها شيء، بالعكس، وانتشرت الفتوحات الإسلامية في خلافة هؤلاء ولم يعترض المهاجرين ولا الأنصار ولم يعترض آل البيت. ممكن تقول لي مين من بني هاشم من اللي هم أقرب لعلي منك جم وقالوا له لا يا أبو بكر، علي هو الإمام المنصب المعصوم؟ تفضل. قصدي يعني أكو كلام رسول الله على أنه يبدأ بأبو بكر ينتهي بعلي. لو لا يا حبيبي، لا يوجد كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوجد كلام لله تبارك وتعالى. قال وأمرهم شورى بينهم، وإحنا ديننا كامل، إحنا لا نحتاج إلى 12 سبطا من أسباط اليهود ونأخذ منهم نفس العقائد ونقول 12 إماما يكونون موجودين في الأمة، أو 12 خليفة أو 15 خليفة أو 10 خلفاء. لا، لم نقل ذلك. الدين كمل، والصحابة رضي الله عنهم مدحهم الله في أكثر من 100 آية في القرآن الكريم، فكانوا يجتمعون على الخليفة من الخلفاء. مثلا كان مثل انتخابات، يعني انتخبوا أبو بكر الصديق. لا، ما فيش حاجة اسمها انتخابات، هم رضيوا بخلافة الصديق رضي الله عنه، بيعة. نعم. جزاك الله خيرا أستاذ. أنت سني ولا شيعي؟ والله أنا عندي أصدقاء شيعة هواي، من نحكي يعني عن يعني أنت شيعي أم سني؟ سني. أسأل أن يوفقنا. جزاك الله خير يا حبيبي. جزاكم الله. أيوة اتفضل. السلام عليكم. الأخ اللي بيتصل من اليمن، لا يوجد اتصال واتس من اليمن، لابد انك تفتح الفي بي ان. ايوه اتفضل. عذرا اخونا من اليمن، تم حظرك، اتصلت 4 مرات. 4 ايه؟ 4 انت اتصلت 15 مرة والاتصال ما بيجمعش يا حبيبي. نكمل السنة. جزا الله خيرا كل من شارك وساهم في نشر رابط البث، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أيوة اتفضل. سني أم شيعي؟ عليكم السلام. سني أم شيعي يا حبيبي؟ أنا مهتدي شيخ رامي، ما شاء الله، معك من الكويت. ما شاء الله. أول مرة تتصل؟ اي والله اول مره ذيك. اسال الله ان يثبتك يا حبيبي وان يبارك فيك. هنيئا لك، هنيئا لك. المهتدي رقم 3 معنا بفضل الله. هنيئا لك يا حبيبي. انا صار لي من شهر 7 وانا مهتدي الحمد لله وقاعد اتعلم عن الدين. اسال الله ان يثبتك. بس عندي سؤال لك شيخ رامي. تفضل امرني يا حبيبي. الحين انا كل ما اناقش مثلا احد من ربعي واحاول افهمهم يعني الاشياء من كتبهم، الاشياء الغلط، يقعد يقول لي ان مثلا هذه ما ناخذها، هذه ما ناخذها، فمو عارف شلون الزمه فيها. اي والله. ده يا حبيبي بقى للاسف دائما يتهربون. ده يا حبيبي يقولون للاسف ما عندنا شيء صحيح. للاسف ده دين الهوى. يعني ايه؟ انا شوف الله قال اتؤمنون بعد الكتاب وتكفرون ببعض، وبعدين ومن اضل ممن اتبع هواه بغير علم. دول يا حبيبي بيتبع الهوى، ياخد الروايه، يعني قاعد كده ماسك الكافي اهو، يقول لك هذه تعجبني اخذها، هذه لا تعجبني، مع انهم في الحسينيه وانت شيعي وتعلم في الحسينيات كلهم اخباريه، ما فيش حاجه يقول لك لا هذه تعجبني ولا اللي المعمم يقوله خلاص، صح ولا لا؟ بالضبط. اي والله اني اشهد هالكلام. لكن معنا احنا بس فقط يتكلم وما حد ينكر عليه، ولا حد يقول له وين الدليل، ولا حد يقول له ولا شيء. صدقت. اسال الله يثبتك. انت مهتدي وحدك ولا في احد مهتدي من اصدقائك؟ لا والله انا هم ربعي كلهم سنه، فكنت اشوفهم انه يصلون نسي، وانا كنت يعني قبل ما اهتدي لا صلاه ولا شيء للاسف. فمن اول ما حافظت على صلاتي وبديت اقرب من ربي الحمد لله. طيب يا حبيبي، انا معي مهتدين كثر من الكويت ما شاء الله، يبقى تواصل معي ان شاء الله بعد البث. بس تمام، يعطيك العافيه. اتشرف بك يا حبيبي، جزاك الله خيرا، ثبتك الله. الله اكبر ولله الحمد. المهتدي رقم 3، اسال ان يثبتك يا حبيبي
وأن يبارك فيك وأن يهدي الشيعة وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد، اللهم آمين. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت مش واضح يا حبيبي خالص. ايوه اتفضل. احبك في الله يا اخي، والله احبك في الله. احبك لا احتن العيش. انت من وين؟ انا من سوريا. وفقك الله يا حبيبي. بس انت بتتصل الان من كندا او من الدنمارك. من الدنمارك. اهلا وسهلا بك. كل اهل سوريا بيحبوك، كل الاحرار كلهم بيحبوك. اسال الله ان يوفقك يا حبيبي. جزاك الله خير. جزاك الله خير واحسن الله اليك يا حبيبي. شكر الله. جزاك الله خير. شكر الله لك يا حبيبي. ايوه اتفضل. الو السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام ضيفنا الشيعي. حياك الله. لا ابو عائشه. انا والله انا ابو عائشه. والله ابو عائشه. حياك الله. اهلا وسهلا. الله يرضى عنك. اريد اقرا لك اخر كم ايه من سوره البقره. خلينا نشوف الامامه موجوده ما موجوده. امن الرسول. طيب اتفضل. اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا كانت الإمامة أصل من أصول الدين فالأولى أن يذكرها المولى عز وجل في هذه الآيات المباركة. وكمان يا حبيبي يؤخذ من هذه الآية فائدة جميلة جدا. الله سبحانه وتعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ثم ثنى والمؤمنون كل المؤمنين اهو كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكان منهج الصحابة وقالوا سمعنا وأطعنا. منهج الصحابة سمعنا وأطعنا، ومنهج بني إسرائيل سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ومنهج أعداء الصحابة سمعنا وجدلنا، كالشيعي اللي أنا كنت بحاوره من شوية بتاع أيكانوش وبنيامين نتنياهو ده، هذا الإخباري. فمنهجهم ومعتقدهم ومذهبهم سمعنا وجادلنا. أما كان منهج الصحابة مباشرة حينما يسمعون الحق سمعنا وأطعنا. كان منهجهم يسمعون من النبي شيء صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وأطعنا، يسمعون من القرآن شيء سمعنا وأطعنا. وهذا الفرق بين منهج الصحابة ومنهج الرافضة. السلام عليكم. كيف حالك شيخ رامي؟ الحمد لله يا حبيبي، حياك الله. وفقك الله لكل ما يحب ويرضى. آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أسأل الله أن ينفع بك. آمين يا حبيبي وإياك. وأن يهدي الشيعة لأنهم أتباع المراجع. أي والله أتباع المراجع. لا يفقهون في دينهم لهذا السبب. آمين. أما لو بحثوا في القرآن وتفقهوا فيه لوجدوا العلم. أي والله. وعرفوا التوحيد. أسأل الله أن يوفقك يا شيخ رامي وحفظكم الله. آمين، جزاك الله خير يا حبيبي، شكر الله لك. السلام عليكم، بارك الله فيك، شكرا. أيها الأكارم، سيأتي وقت جميعنا ونرحل من هذه الدنيا. سيبكم من أيكانوش ومثل هذه الأمور. سيأتي وقت والإنسان جميعنا سيرحل من هذه الدنيا. فإن رحلت قبلكم فلا تنسونا من صالح دعائكم. وأنتم يا شيعة اعلموا أني كنت لكم والله ناصح أمين. حاولت أن أنا أبتكر لك طريقة جديدة عشان أبين لك الحقيقة. حاولت أبين لك وابتكر طريقة جديدة إن يكون بالدخول عليك بالمعلومة بسهل ويسر. وأنا أعرف أن اللهجة المصرية محبوبة عندكم، فدخلت عليك بالفكاهة المصرية لأبين لك الحق بدون تعدي أو بدون طعن أو بدون أي شيء من هذا. فطلبت منك أن تتفكر
وتنظر في الآيات التي آتي بها إليك. انظر هذا الكتاب اللي دائما أحاججك به وأبين لك الحق منه. لم أطلب منك يوما أن تأتي أيها الشيعي وتعطيني خمس كما يؤخذ منك، ولم أطلب منك أن تبحث لي عن امرأة أتزوجها متعة، ولم أطلب منك أن أقول لك تعالى ولعن آل البيت ولعن فلان، لو دخلت عندنا عند السنة لابد أن تكون لعان سباب. لم أطلب منك أي شيء من ذلك، بل كنت أطلب منك دائما أن تحكم عقلك وأن تقرأ هذا الكتاب. فهذا الكتاب هو كتاب هداية، كتاب هداية. فإن رحلت عن هذه الدنيا وتركت هذه الدنيا، وهذا حتما لابد أن يحدث، فتذكر يا شيعي إني كنت لك ناصح أمين، وتذكر يا سني أني كنت أحبك في الله، وأسأل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الصحابة الكرام، ومع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى. عقلاء الشيعة رقمي موجود أمامكم، من أراد أن يتواصل معي في أي وقت فله أن يتواصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.